فيلمنا بيبدأ النهاردة مع طفل صغير اسمه أندي، وبنشوف إن أندي بيحب لعبة معينة عن كل الألعاب اللي عنده، واللعبة دي بيسميها وودي. وبعدها مامته بتناديه علشان يحضر معاها لحفلة عيد ميلاده، فبيسيب وودي على السرير وبينزل لمامته. وبنكتشف بعدها ان كل الالعاب اللي موجودة في الأوضة بتتحرك، وان كل لعبة بتعرف تتحرك مع نفسها وبتتكلم كمان، بس بيمثلوا على الأطفال ان هم مجرد ألعاب. وبعدها وودي بيجمع كل الألعاب علشان هو عامل لهم اجتماع، فبيقول لهم ان هم هيتنقلوا لبيت جديد، وانهم يخلوا بالهم من بعض علشان محدش فيهم يضيع. وبيعرفهم ان اليوم ده عيد ميلاد أندي، فكلهم بيزعلوا جدا لان هم خايفين ان الهدايا اللي تجيله تكون ألعاب، وان يسيبهم وما يلعبش بيهم ويلعب بالألعاب الجديدة. بس وودي بيهديهم وبيقول لهم ان أندي بيحبهم، بس بيفضلوا قلقانين، وبالذات لما بيبصوا على الشباك وبيلاقوا صحابه جايين ومعاهم هدايا كتير. فوودي بيقول لجندي لعبة ان هو يروح هو والجنود ويشوفوا الالعاب اللي موجودة، وفعلا بيروح الجنود اللعبة وبياخدوا اللاسلكي معاهم وبيستخبوا علشان محدش من الناس يشوفهم، وبيشوفوا أندي وهو بيفتح الهدايا. فالجنود بيبلغوا وودي في اللاسلكي ان الهدايا مفيهاش العاب، فكلهم بيطمنوا وبيفرحوا. بس بعد كده مامة أندي بتديله الهدية بتاعتها. قبل ما وودي بيعرف الهدية فيها ايه، الديناصور بيوقع اللاسلكي، وبعدها كل الألعاب بترجع لمكانها لما بيسمعوا صوت أندي وهو طالع على السلم. وبيدخل أندي هو وأصحابه الأوضة وهم مبسوطين جدا، وفجأة أندي بيرمي وودي من على السرير ويحط اللعبة الجديدة بتاعته، وبعدها كلهم بيخرجوا برا الأوضة. وبعد كده وودي بيشوف اللعبة الجديدة، واللي عبارة عن رائد فضاء اسمه باز يطير، واللعبة بتكون مصدقة فعلا انها رائد فضاء ومفكرة نفسها في مهمة رسمية. وبيكلم الوكالة بتاعته وبيقول لهم ان السفينة بتاعته اتعطلت في كوكب مجهول. وهو بيتكلم بيجي وودي وبيقول له ان صاحب الأوضة ديت اسمه أندي، بس باز يطير مش بيسمع له وبيبقى عايز يضربه بالليزر. بس بعدها بيعرفوا على نفسه واسمه، وبيقول له ان هو في مهمة رسمية علشان ينقذ المجرة. بس وودي بيكون مستغرب منه، وبعد كده بتيجي باقي الألعاب وبتتعرف عليه وبيندهشوا بيه لأن هو عنده زراير كتير موجودة على جسمه، وكل واحد فيهم بيشتغل على حاجة. بيتريقوا على وودي لأن هو ما عندوش أي حاجة زيه، وودي بيكون متعصب جدا، فبيروح يقول لباز إن هو كده أخد مكانه عشان هو لعبته المفضلة. فباز بيرد عليه وبيقول إن هو مش لعبة، وإن هو رائد فضاء في مهمة رسمية، وبيوريه الأجنحة بتاعته وبيقوله ان هو يقدر يطير. بيقول له وودي ان هو ما يقدرش، فبيجرب فعلا يطير وبيقول الى اللانهائية وما بعدها، وبيتزحلق وبيتعلق في اللعبة اللي في السقف. وبعد كده بيرجع للسرير تاني، فبيقول له وودي ان ده مش طيران وان هو كده بيقع بالشياكة. بس كل الألعاب بيكونوا مبسوطين وفرحانين بباز. وبنشوف وودي وهو بيتكلم مع نفسه بيقول ان هو لعبة أندي المفضلة، وان أندي عمره ما هيستغنى عنه. وبتعدي الأيام وأندي بيلعب بباز أكتر من وودي، وبيعلق صوره في كل البيت، وده بيخلي وودي يغير أكتر. وبيرجع وودي بصندوق الألعاب مع باقي الألعاب، وبيخلي باز معاه على السرير. تاني يوم وودي بيقوم يتخانق مع باز لأن هو أخد مكانه، وبالصدفة وهو بيزقه الخوذة بتاعت باز بتتشال، وباز بيبقى مفكر ان هو كده هيموت. بس بعدها بشوية بيكتشف ان الهواء مش ملوث زي ما هو ما كان فاكر، وساعتها بيسمعوا صوت غريب جاي من الشباك، ولما بيبصوا بيلاقوا ولد صغير جارهم اسمه ساد بيلعب مع الحيوانات والألعاب بتاعته، بس بيعذب الألعاب وبيكسرها. وودي بيقول لباز ان هو دايما كده بيعذب الالعاب، وان افضل حل ليهم ان هما يتنقلوا من البيت ده. وبالليل واندي بيلعب بالالعاب، مامته بتقوله ان هما هيروحوا يتعشوا بره في مطعم بيتزا، وان هو لازم ياخد لعبة واحدة معاه. فودي بيفكر ازاي يتخلص من باز علشان اندي ياخده هو، فبيستغل الفرصة وهو بيساعد لعبة من الألعاب وبيحاول يوقعه من على المكتب. بس الخطة بتفشل، وبسببها بتقع اللوحة اللي على الحيطة على مجسم الكرة الأرضية اللي بيوقع باص بره البيت. وساعتها كل الألعاب بتلوم وودي لأن هو السبب، فوودي بيحاول يشرح لهم إن هو ده ما كانش قصده،
بس محدش من الألعاب بيصدقه وبيهاجموه. وبعدها أندي بيدخل علشان ياخد لعبة من الألعاب، وبيقعد يدور على باز بس مش بيلاقيه، فبياخد وودي في النهاية. وبيطلع باز لسه عايش وبيمسك في العربية بتاعتهم. ولما بيوصلوا لمحطة البنزين أندي بينزل من العربية، فساعتها باز بيدخل لوودي اللي بيفرح جدا ان هو لسه عايش، وبيعتذر له على اللي هو عمله، بس باص بيهاجمه وبيخرجوا من العربية وهما بيتخانقوا. ولما بيرجع أندي للعربية فجأة العربية بتتحرك من غيرهم، فبيتضايق وودي جدا لان هو كده ضاع ومش هيعرف يرجع للبيت تاني. وبعدها بتيجي عربية كبيرة، فوودي وباص بيستخبوا تحتها علشان محدش يشوفهم. وساعتها وودي بيتخانق مع باص لان هو السبب ان هما يقعوا من العربية، فباز بيقوله ان المجرة كلها في خطر بسببه، علشان في شخص معاه اسلحة كبيرة هيدمر المجرة وهو الوحيد اللي يعرف ينقذهم. فبيتعصب وودي اكتر وبيقوله ان هو لعبة مش رائد فضاء حقيقي، بس باز مش بيهتم بكلامه وبيسيبه ويمشي. وبعدها وودي بيشوف عربية رايحة لمحل البيتزا اللي أندي فيه، فبيروح لباز وبيقوله ان هو لقى مكوك هيوصلهم للفضاء، وبيقتنع باز بكلامه، فبيركبوا العربية وبيروحوا على محل البيتزا وبيدخلوا المطعم وهما مستخبيين في علب الأكل. وبنشوف باز وهو منبهر لأن هو مفكر إن هو في محطة فضاء، وودي بيكون متوتر، بس في النهاية بيقدر يشوف أندي. وقبل ما يروح له باز بيسيبه وبيروح يركب لعبة، فودي بيروح وراه علشان يجيبه، وعلشان لو روح من غيره محدش من الألعاب هيصدقه. بس بيجي الطفل سيد جار أندي وبيسحب باز وودي بالخطاف وبيحطهم في شنطته وبيرجع على بيته اللي هو جنب بيت أندي. وأول ما بيروح بيجري ياخد العروسة بتاعت أخته ويجري بسرعة على أوضته، بيمثل إن هو دكتور وبيعمل عملية للعروسة، وبيشيل وشها وبيحط وش ديناصور وبيديها لأخته اللي بتخاف منها وبتجري. وفي الوقت ده باز وودي بيشوفوا كل اللي حصل وبيترعبوا، وبيحاول وودي ان هو يفتح باب الأوضة بس الباب بيكون مقفول. وفي الوقت ده بتظهر ألعاب كتير شكلها مخيفة، بيخاف منها وودي وباز جدا. وفي الوقت ده أندي بيروح البيت وبيكون حزين جدا لأن باز وودي راحوا، فمامته بتحاول تواسيه وبتقوله ان هي هتلاقيهم. وتاني يوم الصبح بيستغل وودي وباز ان الباب مفتوح وبيحاولوا يهربوا، بس بيلاقوا كلب سد موجود على السلم، وبالغلط وودي بيطلع صوت فالكلب بيصحى، فبيجروا بسرعة وبيحاولوا يستخبوا منه. وبعدها باص بيشوف اعلان للألعاب اللي شبهه وبيفهم فعلا ان هو مجرد لعبة، وبيكون حزين جدا وبيحاول ان هو يثبت لنفسه ان هو رائد فضاء بجد ويطير، بس بيقع من على السلم وكمان دراعه بينكسر، وبتاخده اخت سيد علشان تلعب بيه. لما وودي بيطلع من المكان اللي هو مستخبي فيه علشان يدور على باص بيلاقيه مع اخت سيد، وبيستغل الفرصة لما البنت بتطلع من الأوضة وبيدخل يقول لباص ان هما لازم يروحوا، بس باص مش بيبقى فارق معاه حاجة لان هو بيكون حزين جدا على ان هو مش رائد فضاء. وبعدها بياخد باص وبيروحوا على أوضة سيد وبينجح ان هو يفتح الشباك وبينادي على اصحابه اللي في بيت أندي، بيحدف لهم حبل علشان يعدي من خلاله، بس بطاطس بيرفض وبيقول لهم ان وودي شرير وانه اول ما يرجع هينتقم منهم هما كمان ويموتهم. فودي بيقول لهم ان باز موجود وعايش معاه. لما وودي بيطلب من باز ان هو يظهر لهم مش بيرد عليه، فالالعاب التانية بيفكروا ان هو بيكذب عليهم وبيرموا الحبل وبيقفلوا الشباك، وبتيجي العاب سد الشريرة بيتجمعوا حوالين باز علشان يضربوه، ولما يجي وودي علشان يساعده بياخدوا منه ايديه وبيركبوها على باز وبيصلحوه. فوقتها وودي بيعرف ان الالعاب دي طيبة مش شريرة وان هما بيحاولوا يساعدوهم، وفجأة كلهم بيستخبوا لما بيسمعوا صوت سد، بس باز بيرفض ان هو يتحرك من مكانه وبيكون معاه صاروخ وعايز يربط وودي فيه، ولما مش بيلاقي وودي بيضطر ان هو ياخد باز مكانه، وبيحط كمان صندوق على السلة اللي وودي جواها فمش بيعرف يتحرك. ولما الدنيا بتمطر بيقرر سد ان هو يطير الصاروخ بكرة، ولما سد بينام بيحاول وودي ان هو يطلع من السلة بس بيفشل. لما بيطلب من باز ان هو يساعده بيكون حزين جدا وبيقوله ان هو مجرد لعبة ما يعرفش يساعد حد، فودي بيقوله انها حاجة حلوة لما تحس ان انت بتسعد طفل.
وإن أندي بيحبه أكتر منه لأن هو عنده أجنحة وليزر. بيزعل قوي وبيقول لباز إن هو يسيبه يهرب، فباز بيحاول يساعده ويشيل الصندوق، وفعلا بينجح إن هو يخرجه من السلة. بس فجأة المنبه بيرن وبيصحى سيد وبياخد باز علشان يطيره، ولما وودي بيحاول يخرج بيلاقي الكلب بره، وبعدها بينادي على كل الألعاب علشان يساعدوه. وبنروح لأندي اللي بيكون حزين جدا لأن هو خلاص ماشي من البيت، وودي بيكون بيعمل خطة علشان ينقذ باز، فبيخلي البطة تضرب الجرس ضفدعة تطلع علشان الكلب يجري وراها. ساعتها وودي بيطلع كل الألعاب من البيت علشان ينقذوا باز، بس سد بيشوف وودي فبياخده بيحط معاه عود كبريت علشان يشويه. بس بعدها كل الألعاب بتحاصر سد وبتتحرك ناحيته، فبيترعب جدا، وخصوصا لما وودي بيقوله ان هو ما يبوظش الألعاب تاني، وبيجري بسرعة وبيدخل جوه البيت. بعدها وودي بياخد باز وبيروحوا يلحقوا أندي قبل ما يمشي، بس بيلاقوا عربية أندي اتحركت خلاص، بس بيلحقوا العربية اللي فيها العفش. وقتها بيشوفهم الكلب بتاع سيد وبيلحقهم وبيمسك في وودي، بس باز بيلحق وودي وبينط على وش الكلب، وبيعرف وودي بعدها ان هو يفتح باب العربية وبيبص في الكراتين اللي جوه، وبيطلع كل الألعاب اللي جوه الكرتونة، طلع العربية وبيرميها بره العربية علشان تلحق باز. وفعلا العربية اللعبة بتروح تنقذ باز من الكلب، بس الألعاب بيكونوا مفكرين وودي بيرمي لعبة من العربية، فبيوقعوه من عربية العفش. ولما بينزل وودي بيركب مع باز في العربية اللعبة، وبيحاولوا ان هما يلحقوا عربية العفش. ولما بتشوفهم باقي الألعاب بيفهموا ان وودي كان بيساعد باز، بيحاولوا يساعدوهم، بس العربية اللعبة بتفصل شحن وبتقف في نص الطريق. بيولع وودي عود الكبريت علشان يولع الصاروخ، بس بتيجي عربية وبتطفي النار، بس بتيجي فكرة لوودي وبيستغل الخوذة بتاعت باز، وفعلا بيطيروا بسرعة كبيرة جدا وبيوصلوا لعربية العفش، يحدفوا العربية اللعبة جواهم وهما بيطيروا للسما. بعدها باز بيفرد جناحات وبيقدر يتخلص من الصاروخ اللي هو كان فيه. بعدها بينزلوا لعربية أندي اللي بيفرح جدا أول ما بيشوفهم. وبعد سنة كل الألعاب بيكونوا متحمسين علشان عيد ميلاد أندي علشان يشوفوا الألعاب الجديدة. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.